السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على أفضل الخلق وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم حبايبي هنا في قناتي، قناة مطبخ سلوى. يا رب تكونوا بخير إن شاء الله. النهاردة هنعمل إيه مع بعض؟ هنعمل مع بعض وصفة كلنا بنعملها في بيوتنا، وبالذات اللي هم الموظفين بيبقوا راجعين من شغلهم مستعجلين، عايزين يعملوا أي حاجة خفيفة أو أي حاجة سريعة. هنعمل إيه مع بعض؟ هنعمل مع بعض البانيه. البانيه هعمله معاكم بخلطة حلوة جدا وبخلطة كويسة جدا، هتخليه معاكي ماسك نفسه كده وحلو، والكفر بتاعه ماسك نفسه مش مفكوك. وهوريه لكم دلوقتي واحنا بنعمله. وفي نفس الوقت هعمله بخلطه برده حلوه جدا او بتتبيله حلوه جدا، هتخليه معاكي طري ولحمه من جوه طري، ويبقى لونه ابيض كده حلو فاتح. هقول لكم ايه دلوقتي مع بعض. هنشوف بقى مع بعض المقادير عباره عن ايه. معايا المقادير بتاعتي اهي. ايه طبعا معايا الوصفه الاساسيه بتاعتي اللي هي البانيه اهو. البانيه ده انا غسلاه كويس جدا بليمون، وسايباه منقوع في الليمون حوالي ربع ساعه. بجيبه من عند الفرارجي، بغسله واحده واحده تحت الحنفيه، وبحطه في طبق وبعصر عليه ليمونه كبيره وشويه ميه صغيرين قوي، وبسيبه ربع ساعه يتنقع. وبعد كده بروح واخداه تحت الحنفيه تاني، بشطفه واحده واحده تحت الحنفيه، وبحطه في مصفى زي ما انتم شايفين كده يتصفى. انا مش عايزه فيه اي ميه خالص، ولا عايزاه يبقى فيه اي حاجه من يعني اي اثر من ميه النقع اللي انا كنت نقعه فيها. تمام. هركنه بقى على جنب كده عشان نقول مع بعض التتبيله ايه بقى اللي هنحطها. بصوا بقى معايا التتبيله ايه بتاعته. بصوا انا بعمل البانيه بكذا طريقه، بس الطريقه الاساسيه بتاعتي اللي انا عفوا معلش. الطريقه الاساسيه بتاعتي اللي انا بستخدم فيها خلطه البانيه بتاعتي اهي عباره عن ايه. انا بجيب كده الكبه بتاعتي، بضرب فيها بصلايه. طبعا البصل ده كله انا مش هستخدمه، انا هعمل بيه وصفه تاني. فانا ضربه كميه بصل كتيره شويه يعني. بصل اهو بضربه في الكبه، بنعمه، باخد منه معلقتين كبار اهو. دي اول تتبيله انا بعملها للبانيه. وبحط بقى التوابل بتاعتي ايه. بحط التوابل بتاعتي شويه فلفل اسود اهو، حبه اسود، فلفل اسود كتير كده حلوين. وبحط معايا شويه ملح اهو. كترش الملح عشان خاطر الفيجيتار بتاعنا بيبقى ايه، بيبقى فيه نسبه ملح اللي احنا هنعمل بيه البانيه بتاعنا اللي هو هنعمل بيه الكفر. معايا بقى هنا ايه. معايا هنا دي كوبايه لبن رايب، كوبايه صغننه خالص من بتاعه القهوه اهي. الكوبايه اللي بنستخدمها للقهوه دي انا عاملاها للبانيه. ده لبن رايب او لبن عادي او زبادي اللي متواجد عندك حطيه. ده فايدته ايه بقى في البانيه؟ ده بيخلي البانيه بتاعي طري جدا وبيستوي معايا بسرعه، وفي نفس الوقت بيخلي البانيهيه وانت بتاكليها كده طعمها حلو جدا، متطعمه طبعا بطعم اللبن اهو. وبيخلي البانيهيه بتاعتي حلوه قوي، وزي ما قلت لكم بيسرع في تسويه البانيه ويخلي لونه حلو واحنا ايه بنحمره. بصوا بقى، لو انت مش عندك لبن رايب زي دوت، هتعملي ايه؟ هتجيبي كوبايه لبن عادي خالص، هتحطي عليها معلقه خل كبيره. يعني انا الكوبايه اللي انا عملت بيها دي اهي، دي كان لبن عادي. ده كان لبن عادي. كنت غلياه وسبته شويه على الرخامه، وبعد كده حطيت فيها معلقه خل زي ما قلت لكم، قلبت معايا لبن رايب زي ما انتم شايفين اهي. بصوا متقطع كده اهو، كانه ايه، كانه لبن قاطع. هو ده اللبن الرايب يا جماعه. لا اما لبن عادي، لا اما نحط ايه زبادي. ومعايا هنا بيضايه اهي، اكسرها كده واحطها. طبعا انا بعمل الخلطه دي كلها على قلب بعضيها، ما بحطش البيض لوحده ولا التتبيله لوحديها ولا اللبن لوحده ولا الدقيق لوحده ولا اي حاجه. هو تتبيله كلها في قلب طبق واحد اهي. هتخلي طعم البانيه بتاعك حلو جدا، وفي نفس الوقت موفره في المواعين. وطبعا مجهود عليك ان انت تشيلي من هنا تحطي هنا. احنا عايزين نعمل حاجه سريعه عشان خاطر احنا ايه مش عايزين نقف كتير. بصوا معايا اهي الليمونه اهي، نص ليمونه صغيره كده هعصرها. هاخد الميه بتاعتها بالتفل بتاعها اهي. هعمل ايه بقى؟ هقلب الخلطه بتاعتي دي كلها اهي. بصوا خلطه حلوه جدا، بتخلي البانيه بتاعك حلو جدا، بتخليه زي ما قلت لكم طعمه حلو. هتبله معاكم برده بتتبيلتين تاني انا بعملهم بيه. كنت متعلمه تتبيله من واحده يعني عزيزه عليا، ست كبيره زي مامتي. والتتبيله التالتة انا كنت متعلماها برضو من حد قالها قدامي. فلما جربتها عجبتني جدا، فان شاء الله هعملها برضو معاكم.
كل تتبيله وليها ايه وليها وقتها. يعني دي ممكن تسيبيه نص ساعه او ساعه. تمام. التتبيله اللي هعملها معاكم اللي هي بالتوابل، دي التتبيله السريعه للبانيه. التتبيله برضو التالتة دي بقى لو سبتيه فيها يوم 2 3 بتخلي طعم البانيه تحفه. طبعا لو هتخزنيه في الفريزر هبقى اقول لكم الطريقه بتاعته. بصوا بقى، هننزل البانيه بتاعنا واحده واحده كده اهو في التتبيله دي بالشوكه كده. زي ما قلت لكم التتبيله دي نص ساعه ساعه كبيرك تحطي البانيه بتاعك فيها. الزبادي هيطريه وهيطعمه وهيخلي طعمه حلو جدا وهيخليه يستوي معاكي بسرعه. وفي نفس الوقت هيساعد التتبيله ان هي ايه، يعني هيساعد البانيه ان هو يشرب التتبيله بسرعه. اهو هنسيبها كده في قلبيه اهو. احط كل كميات البانيه اللي معايا كلها اهي. هنعمل ايه بقى؟ هنديها كده تقليبه حلوه. انا عايزه كل البانيه يتشرب من التتبيله دي، في نفس الوقت كل حته بانيه حطيتها تطولها ايه، تطولها تتبيله. هسيبه بقى نص ساعه وهرجع لكم بقى هقول لكم هنعمل ايه وهنحط له ايه عشان خاطر الطبقه بتاعته تمسك في نفس الوقت يبقى حلو معاكي، وفي نفس الوقت هيديله لون حلو اهو. بصوا طعمه هيبقى تحفه وتتبيله طبعا حلوه جدا. اتمنى ان انتوا تجربوها وتقولوا لي ان شاء الله في الكومنتات الفيديو اللي هنزله، يعني تقولوا لي ان شاء الله المره الجايه هيبقى ايه وضعكم فيه وعجبكم ولا لا وجربتوه ولا لا. ونص ساعه بقى هرجع لكم زي ما قلت لكم تاني. يا جماعه هنا عدى نص ساعه على البانيه بتاعي اتبل اهو. هعمل ايه بقى؟ هنزل بقى فيه بالفيجيتار. الفيجيتار ده انا بجيبه من عند العطار، حلو جدا في الاكل وبيبقى طعمه جميل قوي. انا بجيبه بيبقى متبل جاهز من عند العطار وبيبقى طعمه حلو قوي وبيبقى فيه نسبه ملح، فنخلي بالنا واحنا بنتبل البانيه من الايه، من الملح. تمام اهو. انا بعمل بايد وايدي التانية نضيفه اهو. هضغط كده عليه على خفيف اهو. بصوا هنعمل كده. انا بجيبه ما بقطعوش على تقطيعه الايه، الفراركي اهي. نحط واحده كده تاني اهي. ايد نضيفه وايد ايه بنعمل بيها اهي. بصوا نعمل كده ونتك كده عليه بالراحه عشان خاطر ايه ياخد بقسماط معانا ويبقى كله متغلف بالبقسماط اهو. بصوا هعمل واحده كمان تاني اهو واخلص بقى انا الكميه كلها عشان نروح مع بعض على البوتاجاز نقليها ايه مع بعض اهي. البانيه من الاكلات الحلوه اللي هي يعني مقبلات حلوه جدا، بيبقى خفيف كده في الاكل. هو اي نعم اكلة يوم وبيخلص ما بيبقاش فيه منه تاني، ما بيبقاش مننا لتاني يوم، بس بتبقى حلوه الولاد كلهم بيحبوها. وفي الصيف دوت لو رايحه نادي، رايحه بيهم مصيف، رايحه خارجه انت وهم تفسحيهم شويه، قاعده زهقانه مش عارفه تعملي اكل ايه، بتعملي البانيه بيبقى خفيف وبيبقى حلو جدا في الاكل. سندوتشات بقى تعمليه كده وتاخديه تعملي جنبيه مكرونه مثلا محمره، مكرونه بصلصه، تاخديه هو كده لوحده وجنبيه بطاطس محمره او شيبسي، اي حاجه خفيفه كده تعمليها جنبيه بتليق معاه جدا اهو. البانيه بصوا اهو ومعايا الزيت اهو بتاعي ده. انا مش عايزه الزيت يبقى مقدوح قوي او سخن قوي، انا بنزل كده على نار عاليه وبعد كده هوطي النار حاجه بسيطه. انا مش عايزه البانيه بتاعي يتحمر من بره ويبقى من جوه ايه، ني. تمام اهو. ونبتدي دايما نحط في الطاسه باول واحده عملناها خالص. ان شاء الله هوريهولكوا دلوقتي وهو بيتعمل باذن الله، وهوريكم الكفر بتاعه ان شاء الله. مش هيبقى سايب الكفر بتاعه ولا حاجه وهيبقى زي الفل. هوسع كده لنفسي في الطاسه. اعملوه بالطريقه دي وهيبقى حلو جدا معاكم ان شاء الله. وهنحمره دلوقتي اهو مع بعض، هوريهولكوا احنا بنحمره. انا عايزه النار بتاعتي تبقى مش عاليه قوي ولا ايه ولا واطيه قوي. اول ما ينزل على النار عاليه وبعد كده نوطي النار شويه ايه، حاجه بسيطه.
بصوا بقى يا حبايبي اهو اتحمر على الجنب الاولاني اهو. بصوا انا مش عايزه احرقه قوي، انا عايزه اخليه لونه ذهبي كده حلو. بصوا اللون الذهبي ده حلو جدا اهو. بصوا كله واخد اللون الذهبي الحلو ده. هقلب على الوش التاني اهو. بصوا كله واخد لون واحد اهو. حلو قوي البانيه جدا. انا عندي الولاد بيحبوه قوي. بصوا اهو بيحبوه قوي، وانا نفسي بحبه برده. هو مش وحش، اكل خفيفه زي ما قلت لكم كده ولذيذه، وتنفع معانا في اي مكان احنا رايحينه، سواء بقى نادي، سواء رايحين مصيف، سواء خارجين خروجه كده احنا والولاد. الولاد ممكن تعمليه كده للولاد سندوتشات في المدارس، تبقى حلوه جدا، تبقى وجبه برده حلوه ومنجزه. هو في كل الحالات حلو، هو حلو في كل الحالات صراحه. بصوا بقى يا جماعه البانيه بتاعي اهو. بصوا شكله عامل ازاي، حلو جدا. بصوا لونه حلو قوي اهو. الكفر بتاعه ماسك اهو، الكفر بتاعه ماسك وحلو جدا. وحمرت اهو شويه بطاطس معاهم ومعاهم شويه كاتشب. قولوا لي بقى ايه رايكم في الفيديو لو عجبكم، واتمنى ان انتوا تجربوا البانيه بتاعي بالطريقه دي. وطبعا لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا اشتراك للقناه وتفعلوا الجرس وتختاروا الكل عشان يوصل لكم مني كل جديد. واسيبكم في رعايه الله واقول لكم مع السلامه.